السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. واحد بيسأل بيقول هو أنا ينفع أذبح الأضحية وهي قائمة، ولا الأفضل إنني أنومها أو أضجعها، يعني أذبحها وهي نايمة؟ واحد تاني بيسأل بيقول طب افرض أنا مثلا ذبحت تالت يوم العيد، هل ينفع ولا لأ؟ وقت الذبح إمتى، والأفضل أو سنن الذبح إيه هي؟ إن شاء الله هنجاوب على السؤالين دولي بعد لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم وتشترك معنا في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. يلا نصلي على الحبيب ويلا نجاوب على السؤالين دول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بالسؤال الأول، ما هو وقت الذبح؟ أذبح إمتى؟ بيبتدئ وقت الذبح يا إخوة من بعد صلاة العيد، عيد الأضحى. أول ما الإمام يصلي بينا ركعتين العيد وخلاص انتهينا من الصلاة ومدى مقدار الخطبة أو خطبتين خفاف كده، يبقى الإنسان ينفع أن هو يروح يذبح مباشرة. لكن قبل الصلاة لا يجوز. ربنا قال فصلي لربك وانحر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ صلى عليه كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي. أول حاجة في يوم العيد، يعني الرسول قال أول ما نبدأ به يوم العيد يعني أن نصلي، وبعدين الرسول الله قال ثم نرجع فننحر، نذبح. فمن فعل هذا، اللي هيعمل كده اللي هيصلي وبعد كده يروح يذبح، فقد أصاب سنتنا، فقد أصاب سنتنا. ومن نحر قبل ذلك فهو لحم قدمه لأهله، يعني يجوز أن هو يأكل منه لكن ليس من النسك في شيء. الرسول قال ليس من النسك في شيء، يعني مش هياخد ثواب الأضحية. يبقى أنت اوعى الجزار يضحك عليك ويقول لك يا عم أنا مش فاضي، ولو مش جيت لك بعد الفجر مش هجي لك الا اخر النهار، او هجي لك بعد يومين. يبقى انت بقى طب انا عايز اذبح في العيد وافرح العيال، يبقى عادي يا عم مش مشكله، تعالى بعد الفجر نبقى نذبح نروح نصلي. اوعى، هذا ليس من النسك في شيء. انت كده ضيعت ثواب الاضحيه، ضيعت فضل الاضحيه، ضيعت سنه خليل الله ابراهيم، ضيعت شعيره الله. يبقى الافضل طالما انت انسان مكلف نفسك وجايب اضحيه ومشتري اضحيه، يبقى الافضل انت تصلي الاول ده عشان تاخد ثواب الاضحيه. لان انت لو ما عملتش كده كأنك ما اخدتش ثواب الاضحيه، كأنك انت ضاع عليك ثواب الاضحيه، وكأنك انت جبت لحم كده اشتريته من الجزار واديته لاولادك. يبقى اول وقت الذبح بعد صلاه العيد. طب اخر وقت الذبح امتى؟ ممكن ادن اذبح لغايه وقتين معاك لعند اخر ايام التشريق الثلاثه. يعني ايه ايام التشريق الثلاثه ولما سميت بهذا الاسم؟ ايام التشريق الثلاثه اللي هي الايام اللي بعد يوم العيد، اللي هو تاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد. الايام دول بنسميهم ايام التشريق الثلاث. سموا بذلك ليه؟ لان العرب قديما كانوا يشرقون فيها اللحم. طبعا ما كانش فيه تقدم علمي، ما كانش فيه ثلاجات ولا الامور اللي احنا بنشوفها دي. كانوا بياخذوا اللحم ويشرقوه في الشمس، فسميت بايام التشريق الثلاث. طيب يبقى انت معاك من اول بعد لما تصلي صلاه العيد لحد اخر رابع يوم العيد قبل غروب شمس رابع يوم العيد اللي هي ثالث ايام التشريق الثلاثه، ينفع تذبح. يبقى ينفع اذبح ثاني يوم العيد، ينفع اذبح ثالث يوم العيد، ينفع اذبح رابع يوم العيد لكن قبل المغرب. يبقى في الحاله ديت يجوز. الافضل طبعا انت تبادر بالذبح في اول يوم العيد، لان ده افضل عمل بتقوم به في يوم النحر، زي ما الرسول قال ما عمل ابن ادم يوم النحر احب الى الله عز وجل من اهراق الدم. طيب يبقى احنا عرفنا كده وقت الذبح امتى. طيب ايه هي سنن الذبح بقى؟ ايه هي سنن الذبح؟ هي الامور الانسان الاداب التي ينبغي ان يراعيها عند الذبح. اول حاجه لازم تكون الآلة حادة جدا. طبعا الإنسان النهارده يعني بيروح إن هو بالبلد كده بيبدأ يسن السكاكين أو يحد الشفرة من بدري، يعني قبلها بيومين ثلاثة بيكون هو مجهز كل السكاكين وكل الأمور اللي هيذبح بيها، خاصة لو كان جزار بتبقى الآلات حادة جدا. طيب يبقى أول حاجة تكون آلة حادة، وما ينفعش إن أنت تحدها أو تسنها يعني أمام الذبيحة أو أمام الأضحية. يعني ما ينفعش تيجي كده قدام الأضحية تبقى تعمل كده بالمبرد أمام الأضحية، ما ينفعش، هذا لا ينبغي، هذا لا يخالف الآداب أو آداب الشريعة السامحة التي تتمثل فيها الرحمة وتأمر بالرحمة بالحيوان. يبقى أنت بتسنها بعيد خالص، بعيد الأضحية. بعد كده حضرتك لو أنت عندك 2 هتذبحهم أو أكتر من واحدة، بتخرج اللي أنت مش هتذبحها بتخرجها خارج عشان ما تشوفش الكلام ده، وتذبح الأضحية. وبعد كده بعد لما تنتهي
تجيب التانية تذبحها وهكذا. يبقى لا يكره، الفقهاء قالوا يكره الذبح امام الاخرى. يبقى انت ايه من الافضل ان انت ما تذبحش واحده قدام التانية. ده يعني يخالف الرحمه الانسانيه ويخالف اداب الذبح. يبقى هتذبح اكتر من واحده، ما تذبحش الواحده قدام الاخرى. بعد كده حبيبي لو انت هتذبح اي حاجه غير الابل، الافضل ان انت تربط قوائمها الثلاثه يعني، وتترك رجليها اليمنى اللي هي بتبقى الرجل اللي فوق اللي هي من ورا دي، تربط ايديها الاثنين اللي قدام مع الرجل اللي تحت، وتضجعها على شقها الايسر، وتترك الرجل اللي اليمنى ديت بدون ربط، حتى يعني عند الذبح تتحرك وتنفس وتبدا ان هي تتحرك وتريح نفسها. طب افرض انت مش هتعرف تذبحها الا لما تربط الاربعه، خلاص تربط الاربعه وتشد قوائمها الاربعه، وبعد كده بعد لما تنتهي من الذبح مباشره تبدا تفك بسرعه وتقطع الحبل حتى يعني تريحها وهكذا. بعد كده حبيبي تضجعها على شقها الايسر زي ما احنا قلنا. يعني ايه الافضل ان انت ما تذبحش الذبيحه وهي قائمه، لا الافضل ان انت تضجعها تنومها يعني على شقها الايسر. طيب افرض واحد بيقول لك طب افرض ده العجل ده شرس شويه او شقي او مش عارفين نتعامل معاه، فاحنا رابطينه يا دوب محدش عارف يخش عليه، خلاص يبقى ده امر اضطراري الا ما اضطررتم اليه. لكن تحاول على قد ما تقدر انت ما تقتلوش، حاول انت تذبحه ذبح، لان كثير من الجزارين يعني اخواتنا يعني بيذبحوا بطريقه مخالفه جدا. بنقول الافضل لو انت تقدر معاك 3 4 5، لا الافضل انك تضجع هذا العجل او هذه الاضحيه على شقها الايسر وتوجه مذبحها الى ايه؟ الى القبله. يعني نفترض مثلا مع حضراتكم كده، صلى على حبيبك، هنفترض والدي مثلا الاضحيه، يعني ارجو ان تكون الصوره واضحه. يعني الاضحيه اهي تمام، ادي الشق الايمن وادي الشق الايسر، ودي طبعا الراس. يبقى انت بتبدا انت تنومها على شقها الايسر هكذا، ماشي؟ خلي بالك. وبعد كده بتعمل ايه؟ بتبدا ان انت توجه المذبح اللي هو الحته دي اللي هي الرقبه دي، توجهها ناحيه القبله، او نفترض القبله هي كذا، فانت بتوجه او الذبيحه بمذبحها تجاه القبله، وتبقى انت واقف كمان جهه القبله وشك للقبله كده، وتبدا تمسك راس الذبيحه كده بيديك اليسرى، طبعا السكينه معاك كده اهي بيديك اليمنى، وتبدا ان انت ايه تذبح، تقول بسم الله الله اكبر 3 مرات، تبدا تذبح مره واحده كده، تقطع الحلقوم المريء وتقطع الوداجين اللي هما العرقين اللذان في صفحتي العنق هكذا. يعني انت بشده واحده وتتحامل على السكين تضغط عليها وتذبح مره واحده ذهابا وايابا، وتقول بسم الله الله اكبر 3 مرات، وتصلي على رسول الله مثلا بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر، واصلي واسلم على رسول الله، وتجي راح ذابح، وبعد كده تقول اللهم هذا منك واليك، اللهم تقبل اضحيه فلان. يعني اللهم لو انت بتذبح عن نفسك تقول اللهم تقبل مني. لو انت بتذبح عن فلان مثلا، لو انت مثلا بتذبح عن واحد تاني هو اللي قال لك اذبح لان هو ما يعرفش يذبح، الافضل الانسان يذبح بنفسه. طب افرض هو ما يعرفش يذبح، خلاص بيوكل غيره، لكن انا ما اعرفش اذبح وانت بتذبح عني، فهتبدا تاخد انت تقول بسم الله الله اكبر الله اكبر، اللهم صل على رسول الله، اللهم هذا منك واليك، اللهم تقبل عن محمد سعد، وتيجي راح ذابح. خلاص كده يبقى اداب الاضحيه ان انت تنومها، تشد قوامها، تضجعها على شقها الايسر، توجه المذبح ناحيه القبله، وتبقى انت واقف كمان ناحيه القبله، تقطع الحلقوم المريء بالاله الحاده اللي هي مسنونه بعيد عنها، وتقول بسم الله الله اكبر 3 مرات، اللهم هذا منك واليك، اللهم تقبل مني، وهكذا. هذه سنن الذبح، هذا الافضل، هذا بتاخد اداب، بتاخد اجر عليها، لان دي اداب ينبغي الانسان يراعيها عند الذبح. ويعني لا تذبح واحده امام الاخرى. هذا ما اعلم، والله اعلى واعلم، واحبكم في الله، واستودعكم الله، واعوذ بالله ان امركم بالمعروف والتي كما اعوذ به ان انهاكم عن المنكر والتي